أبان الكفتة متاع الدجاج باش تاكلوها في كوزين فوفا بالحق بنا ياسر بنينة بنينة. تابعوني في الفيديو، نصليو على سيدنا محمد قبل كل شيء، ونجيبو ب5000 سكالوب دو داند انتي والكمية اللي تحبها. انا بسم الله ما شاء الله زازيت وكفيت. هنا ناخذوا ال5000 سكالوب، نزيدو عليها مغرفتين متاع الشاي كبار، ونزيدو عليها رشة متاع ملح واي نوع متاع فيحة دجاج عندك، والا كليل وزعتر كيف ما انت تحب، ولا لفاح كان تحبها فيوحة وحارة حط لفاح اللي انت تحبوا. نزيدوا عظمه واوبن نرحيو اكل السكالوب نتاعنا الكل مع بعضه. كيما وصيتكم ما تنسونيش في الجيم والكومنتير، خاطر يعاوني برشا ونفرح برشا كي نشوفهم. هني خدينا صحن فيه نشي كيف كيف، وحاولنا نعملوا التشكيلات اللي انت تحبهم متاع اكا اسكالوب متاعنا. نحطوها في الكونجيلاتور متاع درجين لو طون اللي حضرنا الصوص متاعنا والزيت متاعنا سخن. ناخدو ياغورت ناتور ونزيدو عليها في سيسات متاع ثوم، وهنا شويه معدنوس. ومن بعد هذايا الصوص بنينه، ما نحكي لكمش على البنه اللي فيها رشه متاع ملح ومغرفتين متاع خل سيترون ولا خل نورمال كيف ما انت تحب، عصرتين متاع قارص كبار. وهكاك الصوص متاعنا حضرت معاها نفس الكيلة هذيك نحطوها زيت. صدقوني الصوص هذه باش تعملوها ادمان، كل ما تعملوا فريت ولا حاجه حطوها في الفريجيدير وكلوا صحه بشفاء. بنينه على الاخر. وما تنسونيش كيف قلت لكم في الجيم والبارتاج والكومنتير المزيان. وهكاك الكفته متاعنا حاضره. كان انتم تسميوها اي حاجه اخرى اكتبوا لي في كومنتير، خاطر انا نعرفها كفته متاع الدجاج. مرحبا.